مفاجأة يوسف بالعمري والنادي الأهلي ودخول محمود بن تايك في الصورة، توفيق محمد ونادي بيراميدز. نادي الزمالك يعرض ثلاثي الفريق للبيع، 2 مدافعين من الدوري المصري في النادي الأهلي، ومحمد الأمين رمضاوي أهلاوي بنسبة 100%. كل الكلام ده هنعرفه في حلقة النهارده، بس قبل ما نبدأ صلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام واشترك في القناة واعمل لايك ويلا نبدا. بس قبل ما نبدا في فيديو عايز يا ريت لعيبه منتخب مصر او كابتن حسام حسن يوري الفيديو ده للاعيبه منتخب مصر. اتفرج كده معايا على الفيديو ده. الان الوقت بدري، اركب الطياره منتخب مصر، اركب الطياره سكاتي. والله اشوف منتخب كوت ديفوار، هذا منتخب فرنسا فرع افريقيا. الفريق ده احتمال يعطيكم 5. شوفوا انا بتكلم والمباراه شغاله الان ما انتهت. اركبوا الطياره، قالوا لكم ايش عندكم؟ قول لهم بس عندنا. كفايه لحد هنا. يا ريت كابتن حسام حسن ياخد الفيديو ده ويوريه للاعيبه منتخب مصر. انا ذات نفسي والله بحب الفيديوهات اللي زي كده تتعمل علينا. الفيديو ده ازاي تحب ان الفيديو زي كده يتعمل على منتخبك؟ الفيديو ده لما يتاخد ويتورى للاعيبه منتخب مصر، اللعيبه هتحس ويكون عندها دم وتلعب بروح وتلعب بقتاليه، وكده احنا بننيم في منتخب كوت ديفوار. يعني اللعيبه دلوقتي تاخد الفيديو تتفرج عليه، الفيديو ده هيفرق مع لعيبه منتخب مصر. كل لعيبه منتخب مصر حسام حسن يشوف الفيديو ده، وكل لعيبه منتخب مصر يشوف الفيديو ده، وان شاء الله بعد الفيديو ده هنفوز بالبطوله. واول خبر هنبدا بيه هو مفاجاه يوسف بالعمري والنادي الاهلي ودخول محمود بن تايك في الصوره. الحقيقه ان النادي الاهلي خلص كل حاجه مع يوسف بالعمري. يعني محمود بن تايك مش هيجي، لا، النادي الاهلي حاليا مش بيفكر في محمود بن تايك خالص. محمود بن تايك عنده مشاكل مع نادي الزمالك، فالنادي الاهلي رايح للاضمن والافضل. يوسف بالعمري لاعب مميز جدا جدا، هيخلص مع منتخب المغرب وهيجي يعمل الكشف الطبي وهيمضي رسميا مع النادي الاهلي بعد خروج جريديشار. حاليا النادي الاهلي بيدور له على عرضه وهيخرج في اقرب وقت. فيوسف بالعمري في النادي الاهلي ومحمود بن تايك خارج النادي الاهلي رسميا. بسبب بطء النادي الاهلي في تخليص صفقه توفيق محمد، نادي بيراميدز بعد اصابه محمد حمدي دخل في صفقه توفيق محمد. تتوقع نادي بيراميدز اللي هيخلص الصفقه ولا النادي الاهلي اللي هيخلص الصفقه؟ طبعا اللي هيدفع اكتر نادي بيراميدز. تتوقع نادي بتروجيت هيدي للي هيدفع اكتر ولا هيدي حسب رغبه اللاعب للنادي الاهلي؟ نروح بعد كده لخبر نادي الزمالك ينتظر عروض لثلاثي الفريق. مين هم دول بقى؟ النادي الزمالك بينتظر عروض لثلاثي الفريق وهو ناصر منسي، ناصر ماهر، وحسام عبد المجيد. نادي الزمالك واقع دلوقتي في كارثه بالمستحقات اللي بتاع اللعيبه، واللعيبه مش عايزه تتمرن والكلام ده كله. فنادي الزمالك هيبيع شويه من نجوم الفريق زي حسام عبد المجيد، بس مش هيبيعه باقل من 3 مليون دولار. طب مين الثاني هيكون؟ ناصر ماهر، برضه مش هيبيعه من اقل من 2 مليون دولار. لو حد عايز ياخد الاثنين فهياخدهم ب 5.5 مليون دولار. لو هتاخد حسام عبد المجيد وهتاخد ناصر ماهر، الاثنين دول هيكونوا مش اقل من 5.5 مليون دولار. طيب في مفاجاه بخصوص ناصر منسي. ناصر منسي معتمد جمال المدير الفني حاليا لنادي الزمالك متمسك بناصر منسي، يعني مش عايز ناصر منسي يمشي. شايف دلوقتي كوارث في الهجوم مثلا زي عدي الدباغ مستواه نزل، زي اللاعب الثاني سيف الدين الجزيري مستواه نزل، فهو شايف ان هو محتاج ناصر منسي. انا مش عارف ازاي، بس هو شايف ان ناصر منسي افضل من دول كلهم. يعني ايه؟ يعني ناصر منسي مش هيمشي من نادي الزمالك في يناير. بعد كده الخبر 2 مدافعين من الدوري المصري في النادي الاهلي. اول مدافع هو عمرو الجزار. عمرو الجزار مدافع متميز جدا جدا، كان لاعب نادي غزل المحله السابق والنادي الاهلي دخل في مفاوضات معاه، لكن المفاوضات ما تمش وهو دلوقتي في نادي البنك الاهلي. فالنادي الاهلي دلوقتي دخل في المفاوضات مع اللاعب، واللاعب رسميا وبنسبه 90% في النادي الاهلي. يعني ايه؟ يعني عمرو الجزار حاليا هو المدافع او هو الصفقه الاولى من الدوري المصري في النادي الاهلي. نروح بعد كده للمدافع الثاني، والمدافع الثاني هو خالد صبحي. خالد صبحي لاعب منتخبنا المصري دلوقتي على رادار برضو النادي الاهلي. ازاي الكلام ده؟ يعني النادي الاهلي هيجيب الاثنين؟ ايوه، هم الاثنين دلوقتي حاليا افضل 2 مدافعين في الدوري المصري هم اللي هيجوا النادي الاهلي. شايف دلوقتي ان الاثنين مدافعين دول هيفيدوا في النادي الاهلي ولا لا؟ اشوف رايك في التعليقات. نروح بعد كده لاخر خبر معانا هو محمد الامين رمضاوي اهلاوي. الكلام ده ازاي؟ الكلام ده حسب موقع ترافيس ماركت العالمي ان الصفقه تمت للنادي الاهلي بنسبه 100%. طب صفقه مهمه؟ ايوه صفقه مهمه. طب هيجي مكان مين؟ اللاعب ده هيكون لاعب تحت السن عنده 19 سنه، لكن موهبه جاي لها عروض كتير من اوروبا، واللاعب اختار النادي الاهلي. يا ريت اللاعب ده يكون فعلا الصفقه خلصت للنادي الاهلي، لانه لاعب مهم جدا جدا ولاعب جامد جدا جدا. يا ريت ما يدفنش زي بقيه اللعيبه، وصفقه مهمه جدا جدا وصفقه كويسه جدا جدا. يا ريت النادي الاهلي يقدر يخلصها. وبس هنا هتكون خلصت حلقتنا. لو انت مش مشترك في القناه اشترك وصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، وما تنساش اللايك. السلام عليكم.